ولعلي قد أطلت، أقف مع الجميع، أقف مع أمهات المعتقلين، أقف مع زوجات المعتقلين، آباء المعتقلين، إخوان المعتقلين، أقف مع كل شعب البحرين الأبي. وكما ذكرت مرارا، أنا يؤلمني جدا أن أكون بعيدا عنكم، وكنت أتمنى إذا أن أكون مع هؤلاء الذين تم اعتقالهم، ولا كنت في البحرين تم اعتقال، أن أكون مع الشرفاء، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أمر آخر. أنا يمكن خلال الأسبوع، يعني بعد الفحوصات سنعرف النتيجة إن شاء الله يوم الجمعة، وأتمنى أن تكون النتيجة إن شاء الله هي النتيجة إيجابية. وبعد ذلك أنا أتحرك من خلال أمرين أساسيين: تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، ومسألة تحقيق مصلحة شعب البحرين. هاتان النظرتان وهاتان النقطتان هما اللتان من خلالهما يتحدد موقفي، من غير أن ألتفت إلى أي آثار سلبية من الاعتقال أو غير ذلك. أمد يدي إلى أيدي كل العوائل، عوائل المعتقلين، وأقول أن عليكم أن ترفعوا هاماتكم وترفعوا رؤوسكم، لأن هؤلاء الشرفاء القابعين في السجون قد سجلوا انتصارا واضحا على هذا النظام الظالم، وأنهم بقدر ما تعرضوا له من تعذيب ومن آلام نعيشها معهم، إلا أنهم رفعوا رؤوسهم ورفعوا رؤوسنا، وأن المستقبل وما يتحقق من خلاله بفضل هذه الجهود، بفضل هذه التضحيات، بفضل هذا الصمود. إذا كان لدينا هؤلاء الشرفاء وهؤلاء الأبطال الصامدين، فنحن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعجل النصر قريبا، والأمر بيده. وأهم ما في الأمر أننا نبرئ الذمة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إذن علينا المزيد من الصبر والصمود وعدم الاستسلام واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من خلال منابع الدعاء والإخلاص في التوجه لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الإحياء مستمرا بالإضافة إلى بقية الأعمال الأخرى الداعمة لهذا الموقف الصمودي، الموقف الذي يرسم معالم مستقبل هذا الشعب. فنحن ندرك تماما في كل الأزمنة التي مرت بساحة البحرين أن النضال واستمرار النضال والصبر والتحمل لابد أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مخرج لجميع الأزمات. وينبغي فعلا أن نتعلم من هذه التجارب، بحيث لا يكون فقط الهدف أو الهم أن يطلق سراح المعتقلين، وإنما ينبغي أن يكون هناك تركيز على المطالبة بتقديم المعذبين ومحاسبتهم، لأن هذا فقط هو الرادع الوحيد الذي يضمن عدم العودة للتعذيب من جديد، ويضمن عدم عودة هذا النظام لممارسة تلك المسرحيات الهزلية الفاقع لونها من الكذب والافتعالات التي تستهدف دائما تشويه صورة المواطن وتشويه صورة الإنسان الشريف وصورة الإنسان الأبي في هذا البلد، لأنها فقط
من خلال بعض الطبالة والمروجين والباحثين عن مصالحهم هنا وهناك، هؤلاء الذين يقفون في كل زمن مع الطاغية، وقفوا مع فرعون ووقفوا مع يزيد ووقفوا مع الشاه ومع صدام، كل هؤلاء الذين يبحثون عن مواقع لهم وعن مصالح لهم دائما في كل زمن سيقفون دائما يروجون للظالم، ويقفون ضد الشرفاء وضد المخلصين، لأنهم لم يشعروا في يوم من الأيام بالخجل، لأنهم لا يعيشون أحرارا، قبلوا أن يكونوا أذلاء عبيد. ولذلك هؤلاء العبيد دائما يقتاتون من الفتات هنا وهناك، ولا يهمهم من أين يأتي. بالأمس قبل أكثر من 20 سنة كان الوضع سيئا في البحرين، وكان وضعا إرهابيا مدمرا، وكان قانون الدولة موجود، مع ذلك كان هؤلاء يصفقون النظام في ذلك الوقت، ولم يكونوا يوم من الأيام يتحدثوا عن ديمقراطية ولا طالب بالديمقراطية. لكن هذه الديمقراطية إذا وجدت أو إذا وجد شيء من التغيير فهو من خلال جهد المضحين ومن المخلصين الذين دخلوا السجون وقدموا تضحيات من خلال الشهداء. ولكن هؤلاء لأنهم لا يخجلون ولا يستحون يأتون ويصعدون على أكتاف هؤلاء المناظرين الشرفاء، ثم يقفون ضدهم ويقفون في خندق الظالم ضد المظلوم. أقول نحن على بصيرة وإيمان صادق بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخلى عن عباده المظلومين، وأنهم النظام مهما حاول أن يعبث ومهما حاول أن يستعرض إلا أن النهاية هي بيد الله سبحانه وتعالى. إذن المزيد من الصدق والمزيد من الصبر والتحمل والاستمرار يمكن فعلا أن يخلق الوضع الأفضل للمستقبل والأفضل والذي يمثل العزة والكرامة لجميع شعب البحرين. تحياتي لكم وأشواقي الحارة، ونتمنى فعلا أن نلتقي بكم وأن يجمع الله كل القلوب ويجمع بيننا وبين كل أحبتنا القابعين في السجون، ونلتقي على الخير دائما وعلى النصر وعلى الكرامة وعلى العزة لجميع شعب البحرين ولجميع القوى المناضلة الشريفة في كل زمن وفي كل جيل. وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. شو توقعت عن الآخر؟ كم خدمة